السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله كالعادة عدة أخبار تهم لاعبي المنتخب الوطني المغربي من تصريح الناخب الوطني طارق سكيتي قبل المواجهة القوية ضد الأرجنتين، وجديد عبد الرزاق حمد الله، ورسالة زيمباور لجماهير فريق الرجاء الرياضي، وكذلك جديد نصير مزراوي ونصيري وأخبار أخرى. فلهذا إخواني أخواتي فضلا وليس أمرا أتمنى ألا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أوضح طارق سكيتيوي في تصريح القناة الرسمي للجامع الملكي المغربي لكرة القدم بأن المنتخب الأولمبي يتشرف بتواجده في هذه الألعاب الأولمبية، ويتطلع إلى جانب جميع العناصر الفريق بتشريف الكرة المغربية وكتابة التاريخ الذي يتمناه الجمهور المغربي. وأكد طارق سكيتيوي بأن محطة دور المجموعات تعد صعبة بالنظر إلى قوة المنافسين فيها، وأهمها منتخب الأرجنتين باعتباره المواجهة الافتتاحية في البطولة، دون تناسي باقي المنتخبات، مبرزا بأن الفريق الوطني يسعى لتجاوز هذه العقبة وأيضا مواصلة الحلم شيئا فشيئا لبلوغ المباراة النهائية. وعن الحضور الجماهيري في فرنسا، دعا طارق سكيتي والمشجعين للتوافد بكثافة لمساندة المنتخب الأولمبي، معتبرا بأن المغرب يمتلك جمهورا يعشق وطنه بشكل كبير، ومتأكد بأنه سيتوافد على جميع المباريات وسيدعم العناصر الوطنية، ويواجه المنتخب الأولمبي غدا الأربعاء المنتخب الأرجنتيني في مباراة قوية. نتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي ضد منتخب التانغو. نشر جوزيف زيمباور رسالة وداعية عبر صفحته الرسمية بإنستغرام، يعلن فيها عن رحيله عن فريق الرجاء الرياضي، ويشكر فيه جميع الجماهير على السنة التي توج بها بلقب البطولة وكأس العرش. وكتب زيمباور بمشاعر مختلطة: أعلن رحيلي عن هذا النادي الرائع. على مدار العام الماضي شاركنا لحظات لا تنسى، موسم خالي من الهزائم والفوز بالدوري وكأس العرش. لقد كانت هذه الرحلة غير عادية، وأنا ممتن للغاية للجماهير الرجوية. أنا أتفهم حزنهم، لكن دعونا نركز على الإيجابيات. هذا الوداع ليس إلا للأبد. أعتقد بأن مساراتنا سوف تتقاطع مرة أخرى. الرجاء بروح نابضة بالحياة ودعم جماهيره التي لا يتزعزع سيحتل دائما مكانا خاصة في قلبي. أنا ممتن إلى الأبد للمغرب وشعبها الرائع والجهاز الفني والجماهير ومجلس وإدارة فريق الرجاء بأكمله واللاعبين. لقد رحبتم بي بأذرع مفتوحة، ولم أشعر بأنني ألماني فحسب، بل مغربي أيضا. لقد لامسني دفئكم ودعمكم بعمق. غالبية الناس في المغرب يحترمون ويقدرون ما حققناه. الرجاء لديه أفضل المشجعين في العالم الذين يعاملون المنافسين أولئك الذين قدموا كل شيء للنادي باحترام. وأضاف المدرب الألماني: من الصعب اتخاذ هذه الخطوة، ولكنني واثق من أن خليفتي سيواصل نجاحاتنا. أتمنى للرجاء الكثير من النجاح في دوري أبطال إفريقيا، وسأتابع دائما تقدم الفريق. رحلتي ستقودني إلى المغرب عندما أتمكن من مساعدة بلدي والفريق. وعن زيمباور قال إنه ممتن وسعيد لهذه المغامرة التي وصفها بالملحمة، متمنيا حظا سعيدا للرجاء في باقي المنافسات. رسالة هامة من عبد الرزاق حمد الله لجماهير الشباب قبل الموسم الجديد. حرص الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي على توجيه رسالة إلى جماهير اليوت، وذلك بعد انتقاله رسميا إلى الفريق قادما من اتحاد جدة. وقال عبد الرزاق حمد الله: أبدأ مسيرة جديدة مع كبير العاصمة. وكتب حمد الله على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إكس مساء أمس الثلاثاء: اليوم أنتقل من عميد الأندية إلى شيخها لأبدأ مسيرة جديدة مع كبير العاصمة الشباب. وقال حمد الله: فخر لي بأن أظل وأستمر بين إخوتي في السعودية، وأن أكون ضمن كوكبة النجوم في أقوى دوري عربي وآسيوي ومحط أنظار العالم لما يشهده من تطور كبير. وأكمل مهاجم النصر سابقا: سأسعى دائما كما هو معروف عن حمد الله بأن أنافس وأقدم كل ما لدي لخدمة فريقي وزملائي للوصول إلى الفوز وكسب جميع التحديات الصعاب. وقال عبد الرزاق حمد الله: وبهذه المناسبة أشكر رجالة الشباب على رأسهم سمو الأمير عبد الرحمن بن تركي ورئيس النادي أخي محمد المنجم على ثقتهم بي وحرصهم بأن أكون ضمن كتيبة الليوت. واختتم حديثه: وكلمة أخيرة للجمهور الشبابي: كونوا فقط على الموعد دائما وخلف الفريق، وسأسعى برفقة زملائي للاعبين لبذل أقصى الجهد لإسعادكم وتقديم أفضل ما لدينا إن شاء الله.
تنافس قوي بين مانشستر يونايتد وويست هام على خدمة الدولي المغربي نصير المزراوي. دخل فريق مانشستر يونايتد وويست هام الإنجليزيين في مفاوضات مع بايرن ميونخ من أجل ضم الدولي المغربي نصير المزراوي خلال الميركاتو الصيفي. أوضحت شبكة سكاي الألمانية أن هناك تنافسا قويا بين ويست هام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين على خدمة نصير المزراوي. وشددت الشبكة المذكورة على أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم مزراوي ولكن بعد بيع ظهيره آرون بيساكا أولا. كما يتواجد المغرب على رأس أولوية ويست هام، ولكن في حال فشل الفريق اللندني في ضمه فسيتجه نحو بيساكا. ويرغب بايرن ميونخ في الحصول على 30 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب المغربي، ولكنه لم يتلقى بعد عرضا بذلك الرقم. والآن يحاول العملاق البافاري الحصول على ما بين 20 أو 25 مليون يورو. وجدير بالذكر بأن عقد نصير المزراوي مع الفريق البافاري ينتهي في عام 2026. بعد توديعه لمكونات إشبيلية، يوسف النصيري يتفق مع فنربخشة التركي. اتفق الدولي المغربي يوسف النصيري لاعب فريق إشبيلية الإسباني السابق مع إدارة فنربخشة التركي للانتقال إليه خلال فترة الانتقال الصيفية الجارية. وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بأن نادي فنربخشة التركي أتم اتفاقه مع الدولي المغربي على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب. وشدد رومانو بأن الفريق التركي حجز تذكرة سفر للاعب المغربي استعدادا لإجراء الكشف الطبي قبل الانضمام إلى الفريق بشكل رسمي. وأوضح الفريق الأندلسي سيتقاضى رسوما تزيد عن 20 مليون يورو مقابل رحيل اللاعب والانضمام إلى فنربخشة الذي يقوده المدرب البرتغالي سبيشال وان جوزي مورينيو. وكان النصيري قد ودع مكونة إشبيلية الإسباني أمس الثلاثاء بعد سنوات من العطاء رفقة الفريق الأندلسي. وجدير بالذكر بأن النصيري شارك الموسم الماضي في 33 مباراة وسجل 16 هدفا مع الفريق الأندلسي.